بالعبر ومليئة بالأسرار ومليئة بالأفكار. ثورة مولانا أبي عبد الله الحسين لا شك أنها الزيت الذي بعث في جسم الإسلام ليظل ناهضا قائما متقدا، ولولا هذا الزيت في ثورة وفداء مولانا أبي عبد الله الحسين لتلقينا الإسلام في سنة 1433 تلقينا الإسلام مريضا معيبا عاجزا ليس له وجود في وجدان الأمة أفرادا أو جماعات. نعم. يقول مولانا الإمام الحسين عن هذه الدوافع عفوا: ألا وإن الدعي ابن الدعي كلاهما، سواء هذا المسلم